عاشقی و دانای تو به زمان کس نبکردن مرن کس نبکردن مرن kurd jindedin Şimdi ve takimi hala buradan Şimdi ve takimi hala buradan Hem kurdin rengi koru şureşin Serdekün künadiyan medalişan Serdekün künadiyan medalişan Kesne ve kurdinlerin Kesne ve kurdinlerin Kurd jindedin Şimdi ve takimi hala buradan Şimdi ve takimi hala buradan Hem kurdin Meryavutey müsrefin Din iman fadiman her iştiman Din iman fadiman Kurdu Kurdistan Kesneli Kurdinlerin Kesneli Kurdinlerin Kurd jindedin Şimdi ve takimi hala buradan Şimdi ve takimi hala buradan Lavi Kurd ra Kuye serfi ve şiran Babı neşidekin taci cihan Babı neşidekin taci cihan Kesne ve Kurdinlerin Kesne ve Kurdinlerin Kurd jindedin Şimdi ve takimi hala buradan Şimdi ve takimi hala buradan Ordunun hep hazır o amadene Can feda ne can feda her can feda Can feda ne can feda her can feda مساء الخير وكل أوقاتكم خير وسلام مشاهدي فايز تي في الأفاضل وأهلا وسهلا بمشاهدة ممتعة لكم أحبائي الكرام لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا والتي سنناقش فيها دور العربي في الأزمة أو المأساة السورية والتي طالما تمسك العرب من حكومات والمعارضات وغالبية المثقفين والشعوب بعروبة سوريا وغنوا لها لنحو أو أكثر من نصف قرن وتحت شعارها قاسموا السوريين رغيف خبزهم وكل مناهل سعادتهم وإن كانت محدودة جدا ولكن حينما بدأت أولى خطوات إبادة البشر والحجر السوري بالعهد البعثي الشوفيني والإرهاب المنظم بالحقبة الأسدية وتحديدا بولايات حكم الولد المعتوه بشار الكيماوي لم نجد من العربي وكرد جميل للشعب السوري سوى تمويل العصابة الأسدية بالمال والسلاح والمرتزقة وما دور الميليشيات الشيعية الطائفية العراقية والإيرانية واللبنانية وغيرها من كل أنحاء العالم وبالتنسيق القذر مع تركيا الإسلامية في احتلالها لمدن سورية كردية بغية التغيير الديمغرافي عبر منظماتها التكفيرية الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وأبو عمشات وممشات وغيرهم من الأطر السياسية المعارضة المرتزقة منها وناهيك عن إهانة وإذلال اللاجئين السوريين في مخيمات لبنان والعراق باستثناء مخيمات إقليم كردستان وسياسة إعادة تطبيع العلاقات مع النظام والتي كلها ومع مختلف المواضيع المتعلقة بالموضوع السوري سنناقشها في هذه الليلة مع الضيفين الكريمين العزيزين الدكتور رجائي فايد وهو كاتب ومحلل سياسي عربي مصري معروف رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية وعضو المجلس المصري
للشؤون الخارجية وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار العربي الكردي الذي عقد في القاهرة عام 1998، كما شارك في مؤتمرات دولية أخرى. وناهيك إنه أكاديمي أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية، وله الكثير من المؤلفات المطبوعة مثل المسألة الكردية في العراق وسوريا وتركيا، والمأزق العراقي وكردستان العراق. وقد صدرت عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وكردستان العراق بين الوطن العراقي والقومي الكردي والطموح الكردي بين الممكن والمستحيل، وكتب أخرى. ما شاء الله دكتورنا إنسان مبدع. ما بعرف دكتور رجائي فايد معنا ولا لا؟ كان هناك في إشكالية فنية من عنده يعني للدخول للاستوديو. نتمنى من شباب الكنترول زملاء الكنترول بتجديد التواصل معه، ولا ريثما يدخل. نرحب بالضيف الثاني الدكتور عبد الباقي كولو. الدكتور عبد الباقي كولو طبيب وشخصية سياسية كردية سورية معروفة من مواليد قامشلو عام 1960. انضم لحزب الاتحاد الشعبي السابق ليرسله لتلقي دورة الكادر السياسي مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، ثم ليرسله بمنحة دراسية إلى أوروبا الشرقية ليعود إلى أربيل مستقرا إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مستقرا فيها لليوم، ويعمل طبيبا في أحد مشافيها، ويشغل الآن عضو الأمانة العامة لحزب أزادي الكردستاني. الدكتور عبد الباقي كولو صديقي العزيز، أهلا وسهلا بك، نورتنا. أهلا وسهلا سيد سليمان، تحياتي إليك. طبعا إذا الكلام لإلي أنا بدي أبدأ. لا لسه بس رحبنا فيك، هلا بس ترحيب، رحبنا فيك، سنأتي إلى الأسئلة والكلمة. على كل حال بداية أشكركم جميعا، أشكر بيف تي في، وأتمنى لكل الكوادر الذين يعملون بها أن تكلل جهودهم بالنجاح من أجل هذه الحوارات التي هي مهمة جدا، وخصوصا في هذه المرحلة. أتمنى لكم كل التوفيق. ثم أشكرك على هذه المقدمة الرائعة الجميلة التي سمعتها منك، وأتمنى لك التوفيق ودوام الصحة والعافية. طبعا أن مشكور سلفا جهودكم، وأنا أشكركم على ضيافتي يعني استضافتي في هذه الحلقة، وأنا طبعا مستعد لأي سؤال تطرحونه بما يتعلق بالدور العرب في الأزمة السورية، ولكن كنت أتمنى طبعا أن يكون معنا الصديق العزيز الدكتور رجائي فايد. أتمنى أن تقوم بإصلاح هذه المسألة أو المشكلة التقنية ليكون الحديث أكثر شيقا للناس الذين يتابعون في هذه البحث. تفضل سيدي. كل الشكر لك دكتور، باسمك وباسم كل المشاهدين. نشكر من هم وراء الستار بالكنترول: الأستاذ الصديق خورشيد عليوي، الأستاذ الشاعر عبد خان تلداري، الكاتبة الرقيقة رقية حاجي، وأهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور. لريثما يعود دكتور رجائي فايد، كنا نتمنى أن نبدأ معه كونه العربي وينتمي إلى أكبر دولة عربية وهي جمهورية مصر. برأيك لريثما يعود دكتور، برأيك هل كان العرب لهم دور إيجابي بالأزمة أو المأساة السورية، وخاصة صراعنا منذ أكثر من نصف قرن بعروبة سوريا، وسوريا رمز المقاومة والممانعة العربية والنضال، ورمز الجبهة والصمود والتصدي العربي وإلى آخره من هذه الألقاب والمصطلحات. هل العرب قاموا فعلا بمساعدة سوريا؟ طبعا أقصد سوريا يعني شعبا وليس نظاما، هم بالعكس ساعدوا الأنظمة، وإلى الآن يعود التطبيع رويدا. تفضل دكتور. نعم، قبل أن أنسى أو قبل ما أجيب على هذا السؤال المهم جدا، أود أن أصحح المسألة.
أنا كنت عضو في الأمانة العامة لحزب أزادي سابقا، الآن لا أشغل هذا المنصب وليس هناك أمانة عامة، هناك سكرتير لهذا الحزب. هذا للتوضيح طبعا. على كل حال، بالنسبة لسؤالك أخي العزيز، يعني العرب ماذا قدموا للشعب السوري؟ أنتم تعلمون طبعا المأساة أو المحنة التي يمر بها الشعب السوري محنة صعبة جدا، وأنا باعتقادي سيكتبها التاريخ في المستقبل ما يتعرض له الشعب السوري من مؤامرة إقليمية دولية، حتى مشاركة بعض الدول العربية. أما فيما يخص بالنسبة لعروبة سوريا وإلى آخره مثل ما تفضلت في سؤالك أخي العزيز، أولا نحن مشكلتنا طبعا المشكلة عندما يكون لك مشكلة مع المثقفين أو مع النخبة الواعية من المثقفين العرب، هذه تعتبر كارثة بحد ذاتها. لأنه عندما نناقش أخواننا المثقفين العرب والسياسيين الذين يتبعون الصدارة الآن في هذه المرحلة، دائما نصطدم بمشكلة معهم، ألا وهو عروبة سوريا وحدود سوريا، وكأنه حدود سوريا وعروبة سوريا آيات منزولة من السماء ولا يمكن مساسها. ولكن يبدو أن هؤلاء ربما عن قصد أو غير قصد لم يرجعوا للتاريخ ويعرفوا متى تأسست سوريا وبأي ظروف، ومن الذين كانوا وراء تأسيس هذه الدولة. يعني للأسف الشديد يعني أحيانا نتحدث مع الأخوة المثقفين العرب يقولون نحن ضد اتفاقية سايكس-بيكو على سبيل المثال، ولكن عندما نأتي على ذكر القضية الكردية، لأنه هنا القضية الكردية تخص بلدين عربيين العراق وسوريا على سبيل المثال، ولكن عندما نتحدث معهم عن القضية الكردية في كل من سوريا والعراق نجد بأنه هذا المثقف العربي يقول أنه هذه الحدود هي خطوط حمراء لا يمكن مساس بها. إذا هنا يبدأ تظهر التناقض، يعني يظهر تناقض في كلام هؤلاء المثقفين. من جهة هم ضد إشكالية فكرية دكتور. نعم، من جهة هم ضد اتفاقيات السايكس-بيكو التي قسمت العالم العربي، ومن جهة أخرى عندما نتحدث عن القضية الكردية هم يكرسون هذه الاتفاقية ويقولون لا يمكن مساس بحدود هذه الدول. يعني هذا التناقض العجيب. بعدين نحكي دكتور عفوا عن القضية الكردية بعدين نحكي، ولكن خلينا يعني نعرف منك بشكل تفصيلي، هل العرب فعلا وقفوا مع الشعب السوري؟ نحن يعني قلنا وقت يتغنون بالعروبة سوريا، ولكن هم ضد حتى العرب السوريين، يعني هم ضد كل آمال وطموح كل المكونات السورية، والمكون الأكبر في سوريا اللي هو المكون العربي السني تحديدا، وغالبية الدول العربية سنية. فلماذا الدول العربية الشعوب العربية تقريبا يعني غالبية المثقفين وقفوا مع النظام يعني لحد الآن؟ أخي العزيز، يعني أنتم تعلمون جيدا عندما بدأ الربيع العربي ما يسمونه بالربيع العربي، نحن طبعا الشعب السوري بكل مكوناته بعربه بكردي وبكل أقلياته القومية والطائفية يعني استبشروا خيرا على أساس أنه يمكن أن يكون هذا مرحلة انفراج الخلاص من النظام الدكتاتوري القابع على صدور الشعوب السورية. ولكن للأسف الشديد يعني هنا طبعا قبل أن أعلق على دور العرب في هذه المسألة الدور السلبي يعني أقولها سلفا، ولكن الثورات أخي العزيز عندما تقوم أي ثورة في أي بلد من بلدان العالم طبعا الهدف منها الانتقال من وضع سيء إلى وضع أحسن، سواء يتعلق بالمسائل الديمقراطية وحقوق الشعب وحتى الناحية الاقتصادية الناحية المعاشية على سبيل المثال. فبدأت الثورة السورية عام 2011 وكان بالبداية ثورة سلمية حضارية، وأنتم تعلمون حتى أنه كان هناك العديد من التسمية على الجمعات التي كانت يقول عليها، ومن بينها خصص جمعة آزادي. يعني هذا كان إشارة أو دليل قاطع أن كل السوريين متكاتفين من أجل تغيير هذا النظام. ولكن للأسف الشديد فيما بعد أن تدخلت الدول العربية، هنا أقصد الدول العربية وبعض الدول الإقليمية على سبيل المثال، الثورة السورية انحرفت عن مسارها الطبيعي، فتشكلت
مجموعات مسلحة، قوة إسلامية راديكالية متطرفة. يعني هؤلاء الذين حاولوا الإساءة إلى الشعب السوري قدموا السلاح والمال لهذه التنظيمات الإرهابية باسم ما يسمى في البداية كان الجيش الحر، ثم تنظيمات مثل النصرة، والآن تطورت تنظيمات أخرى وأسماء ومسميات عجيبة وغريبة. وعمشة وغيرها، يعني أسماء غريبة وعجيبة. وطبعا هذه الأسماء لا تليق بأخلاقيات الشعب السوري. الشعب السوري طبعا هنا لست بصدد انه اعبر عن الشعب السوري اكثر ثقافه من كل شعوب العرب، ولكن صدقوني يا اخي العزيز، وهذه ليست مبالغه، كل ما يحدث الان بسوريا من هذه الجرائم الفظيعه التي يرتكب بحق الشعب السوري سواء كان من قبل الفصائل المسلحه، هذه ليست من اخلاقيات الشعب السوري. الشعب السوري شعب مسالم، والشعب السوري شعب مثقف. الشعب السوري دائما كان يطمح الى الحريه والى الديمقراطيه. الشعب السوري كان متآخيا متآلفا متجانسا، ولكن ظهور هذه العصابات المسلحه على سبيل المثال، طبعا لا اريد ان اطول بهذه الناحيه، يعني انتم تعلمون الان ماذا يحدث في منطقه عفرين على سبيل المثال. هذه المناطق التي اصبح الجريمه فيها بشكل لا يتصوره العقل الانسان، وصلت الى مرحله الى قطع الاشجار وتغيير البنيه الديموغرافيه وكل شيء بهذه المنطقه. هذا كله انتقام لا يمت الى صفات او الى اخلاقيات الشعب السوري، ولكن التدخلات عفوا معلش استاذ سليمان بس اوضح هذه الفكره مهمه جدا. ولكن التدخلات العربيه التي قدمت المال السياسي وقدمت مئات الملايين من الدولارات، انا باعتقادي لو كانت النيه صافيه والنيه حسنه والنيه فعلا نحو توجيه هذه الثوره الى تغيير ديمقراطي في سوريا لما حصل ما حصل. ولكن للاسف الشديد هذه الدول حاولت بالشكل وسائل، وحتى الان طبعا هناك تدخل بشكل سافر مباشر دعم هذه التنظيمات المسلحه المتطرفه التي اوجدت شرخا عميقا في المجتمع السوري. يعني هذا الشرخ العميق الذي اوجدته تصرفات هذه الدول العربيه من خلال اذرعتها الموجوده بسوريا، التنظيمات الارهابيه اوجد شرخا عميقا اخي العزيز. الجرح يلتئم ربما لفتره معينه، ولكن عندما يحدث شرخ في المجتمع اعتقد انه التئام هذا الشرخ يحتاج الى عقود من الزمن. اذا نحن السوريين دفعنا ثمنا باهظا نتيجه هذه السياسات التي قامت بها بعض الدول العربيه والتي دخلت بشكل سافر في الازمه السوريه وحولتها للاسف الشديد. الان الثوار السوريين الذين حملوا بندقيه من اجل الديمقراطيه تحولوا الى مرتزقه يقاتلون في اصقاع العالم، في ليبيا على سبيل المثال، في ارمينيا ناغورنو كاراباخ. الان تحاول بعض الدول الاقليميه ان يرسلوا هؤلاء المرتزقه الى منطقه الى اقليم كردستان العراق على سبيل المثال. اذا هذه كارثه بحد ذاتها، فلذلك على المثقفين العرب ان يرفعوا صوتهم معنا للوقوف بوجه هذه السياسات التي لا تخدم شعوب هذه المنطقه سواء كانت سوريا والعراق. فاريد ان اقول بالنهايه طبعا الدور الذي لعبته بعض الدول العربيه وليس كل الدول العربيه كان دورا سلبيا لم تخدم الاهداف التي قام من اجلها الشعب السوري. دكتور، اذا معناته بهذا المقياس لا نستطيع ان نلوم الدول العربيه. يقول المثل الشعبي دود الخل منه فيه، يعني اذا ما لقت العرب ما لقت ارضيه خصبه للفكر للثقافه الراديكاليه التكفيريه الارهابيه لما كانت حال سوريا بهذا الشكل المأساوي. يعني اذا هناك يعني ليس اللوم فقط على العرب، يعني الدول العربيه لقوا ارضيه خصبه لهم في سوريا. يعني لماذا السوريين بهالشكل؟ ما كنا نقول للشعب السوري، انت الان ذكرت انه مثقف وواعي، ولكن هذه الثقافه والوعي استخدمت في الاتجاه الغلط. اخي العزيز، يعني نكون اكثر واضحين مع الاخوه المشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقه. اولا انتم تعلمون حركه الاخوان المسلمين بسوريا لديها صراع مع السلطه منذ ستينات القرن الماضي اذا لم يكن اكثر من ذلك.
طبعا عندما قامت الثورة السورية مثل ما قلت في البداية كانت ثورة سلمية حضارية بكل معانيها، ولكن دخول الأخوان المسلمين على خط هذه المسألة وحولوها الأخوان المسلمين اعتقدوا بأنه خلال 6 أشهر سيتم تغيير النظام بسوريا عن طريق دعم بعض الدول الإقليمية وهم سيستلمون السلطة بسوريا، ولكن المسألة كانت عكسية جدا. هنا أخي العزيز سليمان أود أن أقول لك المشكلة التي نعانيها نحن، طبعا عندما أقول نحن أنا أقصد الشعب العربي والكرد أيضا، إذا كانت بإرادتهم أو بغير إرادتهم أصبح مصيرهم مرتبط مع شعوب هذه المنطقة ومنها الشعب العربي. يعني الثورات الربيع العربي عندما قامت، إذا كنت ملاحظ وأنت صحفي متابع لهذه الأحداث، سبحان الله، يعني عندما يقوم أي تغيير بأي بلد عربي الإسلام السياسي يطرح نفسه بديل عن النظام السابق. بليبيا على سبيل المثال، ليبيا الدولة التي كانت دولة على أساس علماني إلى آخره، الأخوان المسلمين بدأوا يسيطرون على زمام الأمور في هذا البلد. في تونس على سبيل، في مصر لولا الانقلاب الذي قاده عبد السيسي الرئيس السيسي في مصر، الأخوان المسلمين استلموا السلطة. وبسوريا أيضا نفس المسألة، حتى أنه أتذكر اسماعيل هنية رئيس حركة حماس في احدى خطاباته قال انتم نعم عضو رئيس المكتب السياسي، قال انتم تلاحظون ايها الاخوه انه هذا الربيع هو الربيع الفلسطيني. وانا قصده طبعا اسماعيل هنية القصد منه انه كل هؤلاء الذين اتوا يعني بدل السلطات السابقه في هذه البلدان هم ينتمون الى مدرسه الاخوان المسلمين. إذن هذه المصيبة الكبيرة التي نعانيها. فلذلك أريد أن أقول أخي العزيز أن الأخوان المسلمين هكذا اعتقد، وهناك بعض الدول العربية للأسف الشديد التي تريد أن يبقى الصراع مفتوحا بسوريا، وأنتم تعلمون الآن بسوريا أصبح وضع سوريا يشبه وضع الصومال. دكتور خلينا نسميهم قطر، خليج دول الخليج، المال الخليجي، يعني ما هي واضحة. أنا مثلا أجيب لك مثال، طبعا مع المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية مع احترامي للمملكة العربية السعودية وللملك وإلى آخره، يعني دولة حتى الآن أعتقد يبدو أن سمحت في الآونة الأخيرة بأن النساء يقودون السيارات يعني العربات، فدولة لا تسمح لمواطنتها بقيادة السيارة على سبيل المثال. هل سيريد الديمقراطية بسوريا؟ يعني عندما أنت تدعم بلد على أساس تحاول أن تغير هذا النظام دكتاتوري الشمولي لنظام ديمقراطي، قبل كل شيء يجب أن تصلح بلدك. فلا يمكن أن تكون بلدا دكتاتوريا عنيف إلى آخره وتأتي وتقول سأساعد الشعب السوري من أجل أن يتحول النظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. هذا مثال بسيط. طبعا قطر لعبت دورا سلبيا كبيرا في هذه المسألة، يعني دور غير معقول. والدول الإقليمية تعرفونها، إيران، تركيا، يعني قطر والخليج ما يزالون لهم دورا سلبيا، لا يزالون يا أخي العزيز. يعني هم حاولوا قدموا كل هذه الأموال الطائلة الضخمة لمعارضة يعني لا تستحق ولا تستاهل أن تقدم لها كل هذه الأموال. أنا برأيي لو قدموا هذه الأموال في سبيل إصلاح الوضع الاقتصادي بسوريا، الشعب السوري كان سيكون مشكورا منهم سلفا. ولكن على كل حال المسألة كلها أخي العزيز، أود أن أقول أخي العزيز، المسألة كلها يبدو أن انطلقت في طريق غير صحيح. لذلك نرى الآن بعد الربيع العربي والتدخلات العربية والإقليمية في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان إلى آخره وفي ليبيا، يعني حتى يعني الآن الشعب السوري مع الأسف الشديد طبعا بعد كل هذه السنين من النظام الدكتاتوري الشمولي، الآن أصبح المواطن السوري من كثرة المشاكل التي واجهها في هذه المرحلة يتمنى يقول يا أخي أنا بس بدي الأمان في بلدي، أنا لا أريد الديمقراطية، أنا أريد لقمة العيش. يعني حولوا بأساليبهم الغير مسؤولة وبتدخلاتهم السافرة، جعلوا من المواطن السوري أن يكون مواطنا، أنا لا ربما أكون مبالغا بهذا التعبير، مواطن ذليل في أرضه وحتى في بلد الشتات.
يعني حتى في الدول التي هاجر اليها الشعب السوري، سواء كان في اقليم كردستان او في الاردن او في لبنان، يعني حاول اذلال الشعب السوري. هنا اخي العزيز اريد ان اقول لكل الاخوه المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج: الشعب السوري لا يستحق هذا الشيء. الشعب السوري قدم دائما المساعده لكل دول الجوار. على سبيل المثال اثناء الازمه اللبنانيه في 2006 الحرب مع اسرائيل، السوريين فتحوا ابوابهم لكل اللبنانيين وقدموا يد العون والمساعده لهم، ولكن للاسف الشديد بالمقابل راينا الموقف السلبي تجاه المهاجرين او المهجرين النازحين السوريين في لبنان وفي بعض المناطق وفي تركيا ايضا. فلذلك انا ارى، اسمح لي بلحظه، الكنترول هون ناشر انه الدكتور رجائي لاسباب انتقاليه وضعف النت عنده لا يستطيع الانضمام. نتمنى من الكنترول ان يتواصلوا معه ليرسل لنا الدكتور رجائي فائد رسائل صوتيه او فيديو حول فوق الرؤيه العرب من السوريه. اتمنى من الكنترول من الاخراج ان يتواصلوا مع الدكتور لنسمع ولو لدقائق صوت عبر رسالة صوتية أو فيديو مسجل. يكون فيديو أفضل يعني لنعرف موقفه أو رؤيته لموقف الدول العربية من الأزمة السورية. دكتور عبد الباقي كولو، يعني مهما حكينا عن الدور العربي سواء كان سلبيا وغالبيته العظمى سلبيا، غالبية الدول العربية لعبوا دورا سلبيا، ولكن في مشكلة هناك أنه الأطر المعارضة السورية كلها عربية كانت كردية، كلها في حالة تناحر، في حالة حروب مع بعض. يعني عربيا في سوريا نرى قوى الائتلاف وهيئة التنسيق والمعارضة الأخرى ومنصات موسكو وكل واحدة إلى رؤية متناحرين مع بعضهم. الكرد، المجلس الوطني الكردي له موقف قومي، بينما الإدارة الذاتية لإقليم كردستان سوريا هم بسموها شمال شرق سوريا. طبعا عمرها ما كانت ولن تكون شمال شرق سوريا، إنما هو إقليم كردستاني. دكتور، برأيك يعني هذا التناحر بين الأطر المعارضة ككل عربيا وكرديا ألا يتحمله الشعب السوري؟ أنت تقول سوريا ما تستحق هذا الوضع، أو سوريا ما نحن سبب بلائنا كمان، يعني دون الخل منا وفينا. اخي العزيز، انا شخص خير متابعتي للاحداث بسوريا. يعني الوضع السوري شيء عجيب وغريب، عجيب وغريب. لماذا؟ يعني هنا السؤال طبعا نتيجة التدخلات العربية والإقليمية والدولية. هذا هو سبب التناحر الموجود الآن بين المعارضة السورية بشكل عام وبين المعارضة الكردية بشكل خاص وبين المعارضة الكردية والمعارضة العربية. يعني هناك خلافات كبيرة بين المعارضة السورية، عمشات وحمزات وسلطان مراد ونصر والى اخره، بالاضافه الى المجلس كلهم مرتزقات تبعت لاردوغان. نعم. اما بالنسبه للشعب السوري، انه ماذا يعمل الشعب السوري؟ اولا الشعب السوري للاسف الشديد، يعني الشعب السوري ماذا سيعمل نتيجه هذه التدخلات التي نراها امام عيننا؟ هذه اللوحه، يعني اللوحه السوريه عندما تشاهدها هي لوحه مأساويه بكل معاني الكلمه، ما اللوحه فعلا مأساويه، يعني يشبه الصومال مثل ما قلت في بدايه الحديث. ولكن امام هذا الوضع المتردد، امام هذا المال السياسي الذي تدفق على المعارضه السوريه وحتى على جانب من المعارضه الكرديه، ما العمل؟ يعني هذا السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يجب ان نعمل؟ انا برايي طبعا عفوا، هنا يجب ان يلعب المثقفين العرب بالدرجه الاولى، العرب السوريين طبعا والمثقفين الكرد السوريين، ان يلعبوا دورا، وهذا الدور يعني مناط لهم، هم يجب ان يلعبوا بهذا الدور من خلال وسائل الاعلام. نحن كما قلت هذا الشرخ الذي اوجدته هذه الصراعات على الارض السوريه، طبعا هذا الشرخ التئامه ليس بعمليه سهله، يحتاج الى عقود من الزمن، ولكن يجب علينا كسوريين بشكل عام وككرد ان لا نستسلم لهذه المسألة. يعني عندما نتحدث مع المعارضة السورية
الآن حول حقوق الشعب الكردي على سبيل المثال، نرى بأنه موقفها تقريبا لا يختلف عن موقف النظام السوري الذي حكم لأكثر من 50 عاما، والذي كما تعلمون الجمهورية العربية السورية والحدود التي لا يمكن مساس بها. المعارضة السورية لم تقدم شيئا جديدا على الساحة لكي يعطي الثقة لأبناء الشعب الكردي بسوريا أن يتحدوا مع المعارضة السورية ويعملوا في خندق واحد. للأسف الشديد نرى بأن تصرفات المعارضة السورية لا تختلف عن تصرفات النظام، وفي بعض المناطق بسوريا على سبيل المثال عفرين ممارسات المعارضة السورية تزداد وتسبق وتكون أكثر يعني تقدما من ممارسات النظام. هذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة نحن نواجهها. أخي العزيز، نحن نقولها وبعلانية، ونحن لسنا خائفين ولا نستحي مثل ما يقولوا. عندما أنا أطالب بحقي كشعب كردي بسوريا، يجب أن يقتنع المثقف العربي السوري أو السياسي العربي السوري أو المعارض العربي السوري وحتى النظام السوري أيضا بأن قضية بسوريا هي قضية أرض والشعب وليست قضية حقوق ثقافية أو اقتصادية. يعني أنا قبل فترة تابعت مقابلة مع الرئيس السوري بشار الأسد يقول ليس هناك قضية كردية بسوريا. إذا نتحدث عن القضايا القضية الأرمنية أيضا هي قضية بسوريا. أخي العزيز، يجب أن يفرق المثقف العربي بين المهاجرين الذين هاجروا من دول الجوار نتيجة حروب أو حروب أهلية، وبين الشعب قاعد جالس على أرضه قبل أن تتشكل حدود الدولة السورية بعد اتفاقيات. هنا اسمح لي بسؤال. ليس بشار الأسد فقط الذي يقول ليس هناك قضية كردية، إنما قادة الإدارة الذاتية كمان يقولون أخوة الشعوب، وليس هناك قضية، إنما القضية الأساسية قضية ديمقراطية سوريا. أي الكادر بالPKK يقول لا نريد دولة كردستان، لا نريد كذا، نريد فقط تركيا ديمقراطية. هذه الفكرة كما هو بشار. يعني ليش؟ خلينا نشوف حالنا. بينما عندنا المجلس الوطني الكردي رغم أنه حامل اللواء القومي، الفكر القومي الوطني الكردي، ولكن للأسف الطابع أو المصلحة الحزبية الضيقة طغت على المصلحة القومية العليا لديهم. يعني الوضع عندنا كمان مخربط بشكل يعني. أخي العزيز، فيما يخص هذا السؤال الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي والشعار أخوة الشعوب إلى آخره، هذا موضوع طويل جدا. أنا مستعد أن إذا استضفتوني طبعا على برنامجكم سأتحدث بشكل مفصل، ولكن سأختصر هنا بهذا الموضوع باختصار، لأنه موضوع عن الدور العربي في سوريا. هو تحديدا هنا هم متأثرين يعني بعلاقاتهم مثلا مع دول عربية محددة؟ لا الإدارة الذاتية ليست لها علاقات مثل المعارضة العربية السورية طبعا مع بعض الدول العربية، ولكن الإدارة الذاتية أنتم يعني نكون واضحين للأخوة المشاهدين. الإدارة الذاتية تابعة لحزب معين، هذا الحزب تابع لحزب العمال الكردستاني، يعني كلها تدور في فلك هذا الحزب، حزب العمال الكردستاني. أخي العزيز، مسألة موقف الإدارة الذاتية أنه أخوة الشعوب ما في قضية كردية بسوريا، أنتم تعلمون بعد اعتقال زعيمهم عبد الله أوجلان سنة 99 تغيرت الأمور نهائيا في هذا الحزب. لم يعد هذا الحزب الذي كان يرفع شعار تحرير وتوحيد كردستان وعاصمتها ديار بكر أو آمد. هذه المسألة تغيرت نهائيا 190 درجة بعد اعتقال الزعيم، وأنتم تعلمون جيدا. وهذه الفيديوهات أليست مفبرك وليس من عندي. عندما كان بالطائرة قال اسمح لي هنا، عشرات الآلاف من الشهداء اللي دفعناها ككرد بشكل عام وتحديدا كرد اقليم كردستان سوريا، لماذا انتم السياسيين الكرد ساكتون؟ لماذا لا تقولون لهذا الحزب دفعنا آلاف الشهداء واخيرا نختضع الديمقراطيه وكذا؟ هل الحاله الديمقراطيه في تركيا والديمقراطيه في سوريا هل يحتاج التضحيات الكبيره من الشهداء ومن تدمير المدن وغيرها؟ أخي عزيز سليمان، يقول ما يقولون. أولا، الإدارة الذاتية أو حزب الاتحاد الديمقراطي ليس ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الكردي، يعني هذه مسألة واضحة. هناك أحزاب أخرى، هناك المجلس الوطني الكردي، رغم
رغم انتقادات للمجلس الوطني الكردي، وهناك بعض المسائل التي بحاجه الى الاصلاح ضمن هذا المجلس، ولكن اذا قارنا المجلس الوطني الكردي مع الاداره الذاتيه نرى بانه الشعار او المطلب الذي يطالب به المجلس الوطني الكردي اقرب الي انا شخصيا من الاداره الذاتيه، انه على الاقل أنا ما في أصلا ما في وجه مقارنة، ما في وجه مقارنة يعني دكتور، ما في وجه مقارنة. الاحزاب المنضوية تحت اللواء او تحت اسم المجلس الوطني الكردي كلها تؤمن بسوريا الفيدرالية. طبعا هلا مسألة الفيدرالية قد نختلف مع النظام القادم او النظام الحالي ومع المثقفين العرب، جغرافية، إثنية، قومية، هذا موضوع آخر ندخل فيه. بإمكاننا أن نتحدث معهم في المستقبل إذا قبلوا طبعا بمسألة الديمقراطية الفيدرالية. وأنا شخصيا أخي العزيز لو تسألني من الآن وحتى 100 سنة أرى بأنه الحل الوحيد بسوريا، طبعا هذا الحل ليس حلا جذريا لي أنا ككرد بسوريا، أرى أنه في هذه المرحلة يجب أن تكون سوريا دولة فيدرالية، وهذا يحمي الأقليات والشعوب التي تخاف من بعضها البعض. دكتور، نقطة أساسية وقت ذكرنا القيادة والإدارة الذاتية، نحن نحكي موضوع الحلقة عن دولة العربي وعراق دولة عربية كنظام الحكم في بغداد، هناك تأثير عليهم عبر أنه عناصر قنديل، عناصر PKK متحالفين مع الحشد الشيعي، وإذا في هناك دعم يعني في تلقي دعم عربي، يعني إذا في هنا العرب يستغلون حتى الكرد سلبيا، يعني كما يدعمون العناصر التكفيرية العربية يدعمون العناصر الكردية الغير منضبطة، يعني الفوضوية إذا صح التعبير. أخي العزيز، أولا هذا التقارب الموجود بين الكرد والحشد الشعبي هذا يأتي من إيران. أنتم تعلمون بأنهم اثنيناتهم حلفاء إيران، حزب العمال لكن العراق دولة عربية. العراق كدولة، طبعا هنا أنا لا أريد أن أستهتر بالعراقيين أو بالحكومة العراقية، ولكن العراق مفهوم الدولة غير موجودة أخي، يعني نكون واقعيين. يعني أولا العراق دولة كدولة، طبعا أتحدث عن دولة ضعيفة جدا أمام هذه الميليشيات الحشد الشعبي المسلحة من قبل إيران، والتي تشابه الحرس الثوري الإيراني على سبيل المثال. يعني عندما هم وجدوا هذه المنظومة العسكرية هي مشابهة تماما للحرس الثوري بإيران. هل يستطيع الجيش الإيراني أن يقوم بأي عمل إلا بموافقة الحرس الثوري الإيراني أو بموافقة المرجع علي الخامنئي؟ العراق نفس المسألة، حشد شعبي مشابه للحرس الثوري، وهناك السيستاني الذي يصدر الفتاوى. إذن الدولة ضعيفة، هذه الإمكانيات المادية وهذه الأسلحة التي يتم تقديمها للحشد الشعبي هي من قبل إيران. والإيرانيين أنتم تعلمون جيدا لديهم مشروع الهلال الشيعي الذي يمتد من طهران ويمر بكردستان العراق وبمنطقة شنجاب تحديدا وإلى سوريا وصولا لبنان والبحر الأبيض المتوسط. إذن هذا مسألة ثانية أوضحها أخي، نحن الشعوب هذه المنطقة، وهنا أقصد الشعب العربي والكرد، الشعب العربي والشعب الكردي للأسف الشديد هم ضحايا صراع امبراطوريتين في الماضي، الامبراطورية الفارسية والامبراطورية العثمانية. هم يحاولون إعادة إمجاد امبراطورياتهم على حساب من؟ على حساب الشعب الكردي وعلى حساب الشعب العربي. هنا طبعا أريد أن أؤكد هذه النقطة، هنا يجب أن الشعب العربي أن يصل إلى قناعة تامة بأن الحلفاء الحقيقيون لهم في هذه المنطقة هم الكرد. قيام الدولة الكردية مساعدة للعرب، يجب على الدول العربية وعلى المثقفين العرب الذين يحاولون طمس الهوية الكردية في كل علاقة سوريا أن يعودوا إلى رشدهم، إنه الحلفاء الوحيدين لهم في هذه المنطقة هم الكرد. فإذا تكاتف العرب والكرد سنستطيع أن نقف في وجه مشروعين كبيرين في هذه المنطقة، ألا وهو الامبراطورية الفارسية والامبراطورية العثمانية على حساب وجود هذه الشعوب. هنا يجب أن يتحرك المثقف العربي يا أخي العزيز، هنا يجب أن يتحرك المثقف العربي. في هون الأستاذ عيسى إبراهيم بيقول لكن الإدارة الذاتية هي النموذج الأمثل لإقامة حكم ديمقراطي
حر في سوريا وفي حاضنة غربية على أساس وطني سوري يساوي بين كل المكونات الرئيسية في صلب الشعب السوري. شو تعليقك؟ أخي العزيز، أولا من أجل الديمقراطية أحد لا يحمل السلاح، أنا هذا اعتقادي. يعني أنا مثلا بالدول أوروبا ودول العالم عندما يطلع مظاهرة من أجل الديمقراطية فما في داعي لاستخدام السلاح، ولكن عندما تحمل السلاح وتقاتل فأنت تقاتل من أجل قيام كيان في هذا. لذلك هذا التناقض الكبير عند الإدارة الذاتية. يعني مثل ما تفضلت في سؤالك أن كل هؤلاء الشهداء الذي قد قدمناه 11,000 شهيد في سوريا من أجل ماذا؟ من أجل إدارة ذاتية في شمال شرق، وحتى غيروا اسم المنطقة من غرب كردستان إلى شمال شرق سوريا. ما في شيء بالقاموس الكردي ولا بالحركة السياسية الكردية ولا عند المفكرين الكرد ولا عند الكرد الذين يطالبون بحقوقهم شيء اسمه شرق الفرات أو شمال شرق سوريا. نحن نقر ونعترف ونقول علانية لكل الذين إذا عجبوا ما عجب هذه مشكلتهم. هناك جزء من كردستان انضم إلى سوريا بعد اتفاقية سايكس بيكو، وعلى المثقفين العرب السوريين أن يدركوا هذه المسألة ويعرفوا هذه المسألة. يعني عندما تتحدث مع مثقف مثل عبد الباري عطوان على سبيل المثال وهو فلسطيني، ونحن من قاتلنا مع الفلسطينيين نحن كحزب كردي في ثمانينات القرن الماضي نصطدم بموقف عجيب وغريب. هذا الموقف لا يختلف عن موقف بشار الأسد عندما يقول نحن يجب أن نعيش مع بعضنا. طيب إذا أنت كفلسطيني يا أخي العزيز عددك 3-4 مليون تطالب بقيام دولة فلسطين، فكيف أنا عدد الكرد في هذه المنطقة أكثر من 50 مليون وتنكر قضيتي ووجودي ياسر عرفات قال حينما قصف حلبجة بالكيماوي ياسر عرفات قال هل كان متوقعا من صدام حسين أن يرشهم بالورود؟ هذا موقف يعني للأسف غالبية ما يسمى بالمثقفين، يعني بين قوسين ما يسمى بالمثقفين والسياسيين العرب أو السوريين كانوا أو من دول عربية أخرى. طبعا في استاذ سليمان ناس لهم تحية. لو تسمح لي بالنسبة لموقف ياسر عرفات، يعني الزلمة مات الله يرحمه، ما بدنا نظلم. عرفات قدم يد المساعدة للكرد، يعني نكون واقعيين نكون يعني منصفين. طبعا هناك بعض المواقف التكتيكية ربما نتيجة ضغوطات، يعني أنتم تعلمون الفلسطينيين دائما ولا زال حتى الآن تحت ضغط بعض ضغوطات بعض الدول العربية. لم يستطع ياسر عرفات أن يقول ذلك في وجود صدام حسين وهو في بغداد، ولكن بشكل عام الفلسطينيين موقفهم أكثر تقدما إذا قارناهم بالشعوب العربية الأخرى، يعني يتفهمون القضية الكردية. هناك بعض الأصوات من هنا وهناك، على سبيل المثال أنا جبت لك مثال عبد الباري عطوان، ولكن هذا لا يعني أن الشعب الفلسطيني كلهم عبد الباري عطوان. عزمي بشارة على سبيل المثال عندما تحدث معه عن القضية الكردية موقفه أيضا أكثر يعني موقف قومجي عندما يتحدث معه. ولكن أنا لا أستطيع أن أقيس، هل أستطيع أن أقيس موقف عزمي بشارة وموقف عبد الباري عطوان بموقف درويش مثلا الشاعر الفلسطيني، عفوا نسيت اسمه الأول، الذي أهدى قصيدة إلى الشعب الكردي، محمود درويش عفوا محمود درويش. يعني عندما أهدى القصيدة إلى كردستان هذا لا يمكن. محمد مهدي الجواري على سبيل المثال مثقف عراقي، حسن العلوي رغم أنه كان مع صدام حسين في أيام ثمانينات القرن الماضي، والآن عندما ترى موقفه الواضح والموقف الذي يعني فعلا نحن نرفع رؤوسنا بمواقف هؤلاء الذين يقفون جانب قضيتنا. هؤلاء لا يمكننا على الإطلاق أن ننكر موقفهم تجاه القضية الكردية، ولكن هناك بعض الأصوات التي، لأنه أخي العزيز أولا المثقف، يعني عندما تعرف المثقف هناك نوعان من المثقفين. المثقف الذي نستطيع أن نقول ذو ثقافة عالية جدا، يعني يتقبل كل شيء برحاب الصدر ويعطيك موقف بشكل واضح. وهناك مثقفين بثقافة متدنية، هناك مثقفين أسيري الأنظمة الموجودين فيها. يعني على سبيل المثال حتى في سوريا حتى الآن في أيام بشار الأسد وقبله والده حافظ أسد، هناك بعض المثقفين السوريين الذين كانوا يتهمون معنا سرا ضمنا،
ولكنهم لم يستطيعوا أن يعبروا عن المفهوم الواضح، لأنهم كانوا يحسبون ألف حساب من النظام السوري. فهذا نستطيع أن نقول بهؤلاء المثقفين بأنهم أسيري الأنظمة التي تحكمهم. ولكن هؤلاء المثقفين عندما كانوا يخرجون خارج حدودهم الجغرافية في بعض الدول الأوروبية وإلى آخره، ترى بأن موقفهم قد تغير نهائيا. فلذلك لا نستطيع أن نلومهم. لماذا لم تقولها بشكل واضح؟ طبعا الأنظمة الاستبدادية أخي العزيز لا ترحم، الأنظمة الاستبدادية لا ترحم سواء كان كردي أو عربي. عندما يرى بأن في الأخ محمد حسام، وهو أخ وصديق عزيز، يسأل عن الحل الوطني، يقول: أؤمن أن الحل الوطني هو الحل مع الحفاظ على حقوق جميع الأقليات والقوميات، وليس مجرد طرح شعارات وعواطف. الحل الوطني مشروع وليس مجموعة من العواطف والشعارات. دمتم بخير. يحييك ويحيينا. كل الشكر للصديق العزيز محمد حسام وكل متابعينا ومشاركينا. إذا لم نستطيع أن نذكر كل الأسماء فمنا لهم أرق التحية. دكتور تفضل. نعم، سؤالك يعني شو السؤال؟ أستاذ محمد حسام كان بيسأل إنه المشروع، يعني تعليقك على كلامه، إنه طبعا تعليق قبل بقول الحل الوطني هو الحل مع الحفاظ على حقوق جميع الأقليات والقوميات، يعني الأقليات والقوميات يعني، وليس مجرد طرح شعارات وعواطف. إذن الحل الوطني هو الحفاظ على حقوق. نعم أخي، يعني الحل الوطني نحن طبعا نحن مع الحل الوطني. الحركة أنا هنا لا أمثل الحركة السياسية الكردية، ولكن أعتقد بأن كل الحركة السياسية الكردية مع الحل الوطني. أخي العزيز، مشكلة القوميات والأقليات ليست موجودة أيضا فقط في البلدان العربية، هي موجودة في أوروبا على سبيل المثال، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في أفريقيا. يعني عندما تكون النية الصافية، عندما يكون لك إرادة وطنية تنظر إنه مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، المصالح الحزبية، المصالح الطائفية، عندها تستطيع أن تتحدث عن الحل الوطني سواء كان بسوريا أو حتى في أي بلد من بلدان العالم. عندما يرتقي الإنسان إلى مستوى هذه المسؤولية، هذه مسؤولية تاريخية كبيرة. النقص فينا نحن الآن، أو العيب الموجود فينا نحن شعوب الشرق، هذا التناحر الموجود الآن في هذه البلدان. راح أجيب لك مثالين على سبيل المثال: العراق والسوريا. العراق بلد غني جدا بثرواته الباطنية والنفطية والزراعية والحيوانية وحتى اليد العاملة. سوريا أيضا نفس الشيء. انظر إذا وضع هذين البلدين ماذا يحدث فيهم الآن. يعني حروب طاحنة، تناحرات طائفية، قبلية، عرقية، مذهبية، لا تخدم مصلحة الوطن في هذا البلد. عندما نرتقي نحن كشعوب إلى هذا المستوى نحس بأنه من المسؤولية الوطنية أو مصلحة الوطن هي فوق كل اعتبار. يومها نتحدث عن الحل الوطني والحفاظ على حقوق الأقليات والقوميات. طيب أجيب لك مثال على سبيل المثال: عندما يتعامل معي أو كان يتعامل معنا النظام السوري سابقا أنه منع اللغة الكردية وتغيير أسماء القرى والمدن إلى آخره. هلا العيد الوطني بالسوري أي عيد؟ عيد الجلاء على سبيل المثال، لو شارك فيها العرب بدبكاتهم ورقصاتهم، لو شارك فيها الكرد بدبكاتهم ورقصاتهم، لو شارك فيها اليزيديين والسريان والآشور والأرمن وكل طواف ومكونات المجتمع السوري، ألا تكون هذه اللوحة جميلة جدا أكثر ما تكون من هذه اللوحة الضبابية، حزب البعث والقومية الواحدة ولن نقبل ولن نرضى؟ يعني هذول عندما تسمع حديثهم هذول يذكرون بمسيحية عهد الإمام الزعيم عندما يقول لن نقبل ولن نرضى. ما في شيء اسمه لن نقبل، يجب أن تكون واقعيا. كنت أتمنى أخي العزيز في هذه الحلقة أن يكون معنا ضيف عربي حتى أتناقش معه في هذه المواضيع الحساسة والمهمة جدا. وهنا كنت أثبت له بأن العرب المثقفين العرب مقصرين تجاه الكرد. بالعكس، نحن الكرد على سبيل المثال، نحن من خلال تنظيماتنا السياسية التي انطلقت في خمسينات القرن الماضي حاولنا دائما تعريف شعبنا الكردي بقضايا العرب العادلة، ومن ضمن هذه القضية الفلسطينية. أنا فيني أجيب لك مثال على سبيل المثال: في الثمانينات القرن الماضي
كان هناك مجلتان، مجلة الحرية ومجلة الهدف. الحرية كان ناطقة باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والهدف كان ناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. هل تعلم عندما كانت تصل هذه المجلات إلى مدينة القامشلي، وأنا ابن القامشلي، يعني خلال ساعة لا تستطيع أن تحصل على عدد من هذه المجلات. هذا كان نتيجة، كنت كاتبا فيها دكتور، أنا كنت أكتب بالمجلتين. نعم. يعني لا أنا جبت لك هالمثال هذا، إنه الفرق بين التوجه عند الكرد تجاه القضايا العادلة للقضايا العربية، الصراع العربي الإسرائيلي على سبيل المثال، والتوجه الآخر المناقض، إنه المثقفين العرب حتى الآن يأخذون موقف ثابت تجاه القضية الكردية. أخي العزيز، قضيتنا قضية شعب وأرض كما قلت في بداية الحلقة، ونحن لن نتنازل عن هذه. نعم. سؤال ما قبل الأخير، يعني سؤال ما قبل الأخير، يعني مشان نحن نقول العرب وعرب عرب كمان، مشان نكون منصفين بحقهم، كون الضيف عربي مو موجود سأعتبر حالي أنا مدافع عن العرب، ولكن الأنظمة وحكام العرب أليسوا عبارة عن، وكما كل حكام الشرق الأوسط يعني، وكونه يعني حتى في تركيا، حتى آيات الله إيران، كلهم عبارة عن حجارة شطرنج بيد الدول العالمية الكبرى مثل أمريكا وروسيا وحلفائها الأوروبيين والصين واليابان، أي هم بحاجة للمساندة والدعم. فلماذا هذا الهجوم؟ هم يعني مرضى، يعني فهل يترجى، أو جسد أجساد شبه ميتة، فهل يترجى منهم شيئا؟ يعني مشان نكون مدافعين شوي عنهم. لا نأمل منهم شيء، يعني أنا ما عندي أمل فيهم بالتأكيد. يعني هذه الأنظمة العربية التي جاءت ولا زالت تحكم البلدان العربية جاءت بدعم دولية، دول ذات القرار، على سبيل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. يعني هلا لولا النظام، لولا التدخل الروسي على سبيل المثال، هل بقي بشار الأسد ونظامه صامدا طوال 11 عام من الصراع الموجود بسوريا؟ بالتأكيد لا. فلذلك هذه الأنظمة العربية سواء بسوريا أو بغير سوريا هي مدعومة من بعض الدول الكبرى التي تساندها وتحاول وترى بأن بقائها هي منفعة لمصالحها، لأنه هذه الأنظمة، هذه الدول للأسف الشديد التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، يعني لا يبدو أنه حقوق الإنسان والديمقراطية هم يريدونها لشعوبهم وليس للشعوب منطقة الشرق الأوسط. هذه المسألة في غاية، يعني هذا الازدواجية في هذه المسائل، هذا يحيرنا نحن كمتابعين للشأن السوري على سبيل المثال. كنا نتوقع من الدول الأوروبية أن تتدخل وبشكل حازم وصارم تجاه شعب يطالب بالديمقراطية. يا أخي مثل ما أنت بتطالب بالديمقراطية ببلدك وتريد ديمقراطية لبلدك وتريد العيش الكريم والحياة الهادئة لشعبك، نحن أيضا السوريين نحن بشر في نهاية المطاف، من حقنا أن نعيش بعز وبكرامة وأن نعيش في بلد تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن نتحدث بصراحة وبطلاقة من دون الخوف من الأنظمة القمعية، من الأجهزة الأمنية التي أرعبت الشعب السوري خلال 5 عقود من الزمن. إذن هذه الأنظمة العربية مسنودة من بعض الدول التي تساعدها والتي تساعد من أجل بقاء واستمراريتها بالسلطة. هذه المسألة محسومة واضحة لكل الشعب، لكل شعوب المنطقة، لأن الشعوب أخي العزيز يعني الآن الوضع تغير. نحن في القرن 21، نحن في عصر العولمة، ونحن هناك الجيل الصاعد الآن الذي هو أصغر منا سنا يعلمون ويدركون المسائل أكثر مننا نتيجة هذا التواصل الاجتماعي وهذه الأخبار التي تصلهم في خلال ثواني. يعني في البداية كانت الأساليب ضعيفة جدا، الآن لا يستطيع هذه الأنظمة أن يخدعوا شعوبهم. الشعوب لديها وعي واضح، هم يريدون دائما العيش أو التقدم نحو وضع أفضل وليس وضع أسوأ. لذلك هذه الشعوب هذه الأنظمة هي مرعوبة جدا من شعوبها، وهم يعلمون جيدا بأنه إذا لم يكن لهم سند خارجي يساندهم ويساند سياساتهم ويقف معهم، فإنهم على الإطلاق لا يستطيعون الوقوف بين شعوبهم. وعلى سبيل المثال سوريا لولا التدخلات يوم واحد بقصورهم. نعم، على سبيل المثال سوريا لولا التدخلات الإقليمية والدولية لذهب النظام منذ أكثر من 9 أعوام، والآن كان الشعب السوري يعيش بجو ديمقراطي ونظام ديمقراطي وتعددية وفيدرالية وإلى آخره. الشعب السوري
بإمكانه أن يناقش كل هذه المسائل العالقة، هذه المسائل العالقة التي لم تستطع كل الأنظمة السابقة أن تحلها، ومنها القضية الكردية على سبيل المثال. كان بإمكاننا أن نجلس معا على طاولة واحدة كسوريين وأن نتحاور عن كل هذه المسائل التي كان بإمكاننا أن نجد لها حلا واقعيا، حلا يرضي كل الأطراف في سوريا. ولكن للأسف الشديد هذه التدخلات جعل من الوضع السوري أكثر تأزما، وأنا لا أرى في المستقبل القريب العاجل أن يكون هناك حل سياسي بسوريا إلا إذا انسحبت هذه القوات أياديها من الشأن الداخلي السوري. دكتور، سؤالي الأخير، من الأسبوع هذا كاملة شهد لقاء، وكان كل شعوب كل سوريا وحتى المنطقة مترقبة، شهدت أحداث مهمة جدا، وخاصة لقاءات بايدن مع أردوغان وبوتين البارحة. كيف قرأت وتقييمك وتحليلك السياسي للقاءي بايدن ومع أردوغان وبوتين؟ هل هناك آمال تنعش قليلا المشاعر السورية؟ أخي العزيز، سؤال مهم طبعا، راح أجيب على سؤالك، ولكن هنا مشكلة. الحكومة التركية تتصرف وكأنها دولة عظمى وهي ليست عظمى، اللي هو المشكلة عند السيد أردوغان. هلا عرفنا أنه مثلا أمريكا دولة عظمى، روسيا لعبت دور فيما بعد الريفورم اللي صار في التسعينات القرن الماضي. سوريا انهارت، روسيا انهارت، ولكن يبدو انه السيد بوتين حاول عن طريق لافروف، وانتم تعلمون بوتين رجل امن من الكي جي بي، يعني معروف هذا. على كل حال هذه اللقاءات يعني التي تفضلت سؤالك عنها، طبعا كل دوله تبحث عن مصالحها، يعني كل دوله من هذه الدول، امريكا وروسيا وتركيا، تبحث الحفاظ على مصالحها في هذه المنطقه الحيويه في سوريا وفي العراق يعني. فلذلك هم يحاولون دائما ان يدافعوا، ان يبقوا على مصالحهم. ولكن هنا في مساله اخي العزيز، انا باعتقادي بالنسبه للازمه بالسوريا او الوجود الروسي بسوريا، انا باعتقادي الامريكان لا يستطيعون منافسه روسيا في سوريا، لانه النظام السوري منذ اكثر من 50 عاما لديه علاقات قويه مع روسيا، الاتحاد السوفيتي سابقا على سبيل المثال. فلذلك الامريكان سيحاولون بقائهم في المنطقه بشكل رمزي، وطبعا بالتاكيد راح يكون بالمنطقه الكرديه شمال شرق سوريا مثل ما بيسموها الاخوان اللي يسموها المصطلح الجديد. اما بالنسبه لاردوغان فلديه مطامع، وهو يحاول ان يوسع الدوله التركيه، ان يحاول ان يضم كل الشريط الحدودي التي يسميها بمنطقه روجآبا او غرب كردستان الى الدوله التركيه، وتوطين بعض العرب والتركمان فيه، وهذا مشروع. طبعا مشروع اردوغان هنا يتضارب مع الروس في سوريا. هم لا يقبلون هذا الشيء انه ينضم اجزاء من سوريا الى تركيا. ولكن عندما نسمع تصريحات بعض الروس، وعلى سبيل المثال هؤلاء الذين نسمعهم من خلال وسائل الاعلام، وهذا الشيء معيب جدا وشيء غريب عجيب، يعني دائما يقولون الكرد يحاولون تقسيم سوريا ويحاولون تشكيل كيان كردي في شمال شرق سوريا. والله صديقي العزيز، لو كانت الإدارة الذاتية لديها مشروع قيام كيان كردي بالشمال شرق سوريا لقدمت طلب انتساب هذه الليلة للإدارة الذاتية، ولكن ما في شيء، ما في شيء. كل الشعب الكردي، كانت كل الشعب الكردي الآن أعضاء في. أنا كنت سأقدم طلبي وأقول يا أخي أنا واحد منكم وسأدافع عنكم ليل نهار انه فعلا انتم انفصاليين، بس ما في شيء بسوريا على الاطلاق. ولكن هذه التصريحات الغريبه من قبل بعض المسؤولين الروس، وعلى لسان لافروف على سبيل المثال وزير الخارجيه، بالعكس يضرون القوميه الكرديه. رفع صور اوجالان في مناطق شمال وشرق سوريا قنابل موقوته لضرب اي فكر تحرري، ضرب اي خطوه تحرريه كرديه. نحن صح ننتقد المجلس الوطني الكردي، ولكن المجلس الوطني الكردي لا على الاقل له يعني مطالب ومشروع قومي، فهم للاسف يدمرون كل فكر وكل عمل قومي. يعني للاسف خلينا نكون واقعيين.
على كل حال استاذ سليمان، موضوع الاداره الذاتيه ومجيئهم وشمال شرق سوريا وشرق الفرات والامه الديمقراطيه واخوه الشعوب، اعتقد هذا موضوع واسع جدا، فلذلك لن يستعفني الوقت انا شخصيا حتى نتحدث عن هذا الموضوع. انا خلينا نعود لسؤالنا يعني باختصار دكتور، يعني صار ساعه تماما. يعني هل هناك آمال أو قراءة ما بين السطور في لقاءات تحديدا بايدن بوتين؟ أخي العزيز، بوتين وبايدن لأكون أكثر وضوحا معك بالنسبة للقاء بوتين وإلى آخره. بالعادة في حسب العرف الدبلوماسي عندما يتم أي لقاء بين الزعيمين وخصوصا على هذا المستوى الكبير، زعيم دولة كبرى وزعيم دولة كبرى، يجب أن يصدر بيان مشترك. لم نرى أي بيان مشترك. على سبيل المثال كان هناك مؤتمر صحفي لبوتين بمفرده، كان من المفروض أن يكون المؤتمر الصحفي بين الرئيسين لنرى وجهات النظر هل كان مطابقة لوصول اتفاق. يعني المسألة مباهمة، إهانة لزعيم روسيا، إهانة على كل حال الموضوع اللقاء هذا أعتقد ليس هناك شيء واضح. أنا شخصيا لست متفائلا بهذا اللقاء بين بوتين وبين بايدن وبين أردوغان. مثل ما قلت لك كلهم مصالح متناقضة متضاربة. للأسف الشديد كنا نتمنى أن ينجح هذا اللقاء خدمة لمصلحة الشعب السوري على سبيل المثال وانهاء الأزمة بسوريا، وأن يصدر الدولتان بيان مشترك انه اتفقنا على هذه النقاط التالية، ولكن المسألة غير واضحة. أنا لست متفائل جدا بهذا اللقاء الذي تم بينهم، رغم أنني أتمنى أن يكون ظني في غير مكانه، لأنه أنا شخصيا أتمنى للشعب السوري بكل مكوناته أن تنتهي هذه الأزمة وأن يعود المهاجرين إلى بلادهم، إلى أراضيهم، إلى بيوتهم. يعني هذه الأزمة التي تخطت الحدود الغير معقولة، فلذلك كل إنسان عندما يكون لديه ضمير إنساني حي يجب أن يفكر بخلاص هذا الشعب وأن تنتهي هذه الأزمة. أتمنى أن يكون اللقاء بين بايدن وبين بوتين لمصلحة الشعب السوري وشعوب المنطقة، ولكن نرى في الأيام القادمة ماذا تحمل في الطيات. ونحن نتمنى ذلك معك دكتور، وكنا نتمنى أن يكون معنا الدكتور رجائي فائد، وأتعبناك كثيرا دكتور عبد الباقي كورو صديقي وأخي العزيز. شكرا على تحملك أسئلتنا، شكرا على وجودك معنا. أنا بدوري باختصار لك كلمة أخيرة للشعب السوري. نعم طبعا أنا شخصيا أتمنى أن تنتهي الأزمة السورية في أقرب وقت، وأن يعود هذا التلاحم الذي كان سابقا موجود بين مكونات المجتمع السوري، وأن يلتئم هذا الشرخ الذي أوجدته بعض الدول التي أرادت الشر لسوريا وللشعب السوري. أتمنى أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت، أن يعود كل شخص إلى دياره. وفي النهاية أخي العزيز، مرة أخرى أتقدم لكم بجزيل الشكر لك ولكل أخوة العاملين في هذه القناة، وأتمنى أن تكون هذه المواضيع التي تطرحونها خصوصا ما يخص القضية السورية عموما القضية الكردية أن تكلل بالنجاح. جهودكم مشكورة سلفا، وأتمنى لكم التوفيق من القلب، وأشكرك شخصيا أستاذ سليمان، وأتمنى لك التوفيق، وشكرا لكم شكرا لك دكتور. خليك معنا بعد ما نودع المشاهدين، خليك بالكنترول، هناك حديث جانبي 5 دقائق بعد ما نودع المشاهدين. طبعا باسمك دكتور نوجه تحية للدكتور رجائي فائد الذي لم يستطع الدخول معنا. نتمنى في المرات القادمة يكون بالبرنامج. نوجه باسمك دكتور وباسم كل مشاهدي طيف تي في وباسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد أن يكون للعربي دور كبير ودور إيجابي مع الشعب السوري وليس مع النظام القمعي السوري. دكتور كل شكر لك على وجودك معنا. باسمك وباسم كل مشاهدينا نشكر من هم وراء الستار بالكنترول، الأستاذ خورشيد عليوي، الكاتبة الرقيقة رقية حاجي، والأستاذ الشاعر الجميل عبد خان تلباري. كل الشكر لكم مشاهدي الكرام وكل من تابعنا. انتظرونا في الخميس القادم حلقة جديدة وضيوف جدد
ودمتم في رعاية الله. أشكرك.